السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الايرورز. إيه هي الايرورز؟ الأخطاء اللي أنت بتواجهك وأنت بتكتب الكود بتاعك. طبعا كمية الكوميكس اللي بتبقى موجودة على الفيسبوك بتاعت الناس اللي شغالة في أو اللي بتدرس في حاسبات أو بتدرس في هندسة والكلام ده كله، أي حاجة لها علاقة بالكمبيوتر، تلاقي دايما عندهم في عقدة من الايرورز. خلونا من الاول خالص نتفق ان انت في شويه حاجات لو انت التزمت بيها كميه الايرورز هتقل جدا جدا جدا، كميه الاخطاء في الكود بتاعك هتقل. زي ان انت تتتبع الكود بتاعك مثلا، ان انت تبدا تشوف الكود بيمشي ازاي حته حته، تبدا ان انت تقسم شغلك، تكتب كومنتس بالشكل ده مثلا. فتقول مثلا هنا declaration مثلا، هنا انا هعرف مثلا variables معينه، فتبقى عارف كل حته في الكود بتاعك. يعني مثلا هنفترض ان المنطقه دي كلها كده فيها شويه حاجات ليها علاقه بالديكلاريشن فاريبلز، بحيث ان انت لما تيجي تكتب الكود بتاعك تبقى فاهم انت بتتحرك فين وانت رحت فين، ما تحطش حاجه في مكان غلط. وبرده حوار الكوبي بيست، ما تقعدش تعمل كوبي بيست كتير لان ده هيوجع قلبك جدا جدا جدا. ممكن تنسى قوس، ممكن تنسى سيمي كولون وهكذا. طيب، الايرورز بالنسبه لنا او الاخطاء بتنقسم لثلاثه او في اكتر من ثلاثه، بس عايزين نعرف اهم ثلاثه لازم نكون عارفينهم. في اول حاجه عندنا اسمها السنتكس ايرور. ايه السنتكس مبدئيا؟ يعني ايه كلمه سنتكس؟ سنتكس دي خلينا نقول هي الطريقه اللي انت بتكتب بيها اللغه بتاعتك. يعني سي ليه سنتكس معين، سي بلس بلس ليه سنتكس معين قريب جدا من السي، الجافا ليه سنتكس معين، البايثون ليه سنتكس معين وهو اسهلهم، وهكذا. طيب، ايه السنتكس بتاعي هنا؟ يعني شويه حاجات انا لازم اكتبها، لازم التزم بيها عشان الكمبيوتر بتاعي يفهم مثلا ان انا نزلت من سطر لسطر، يفهم ان انا عايز اعمل كذا اعمل كذا ايا كانت الحاجه اللي انت عايز تعملها. طيب خلونا ندي مثال على السنتكس ايرور بسرعه. لو جيت هنا قلت برنت اف مثلا، عايز اطبع اكتب هنا سنتكس ايرور. طيب انا كده كتبت الجمله بتاعتي تمام، مفيش اي مشكله. البرنت اف بتاعتي وكتبت السترنج بتاعتي او كتبت الجمله اللي انا عايز اكتبها ما بين التو كوتيشن، جميل زي الفل. نسيت انا هنا بقى احط السيمي كولون بتاعتي، ما حطيتش العلامه دي. ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي لو جيت كتبت سطر تاني مثلا، قلت له مثلا برنت اف تاني، خلونا ناخدها هي بالمنظر ده ونعمل كنترول في. طيب هنا اسميها سنتكس 2 مثلا، ايا كان. هو دلوقتي بيحتاج السيمي كولون في السي، في لغات تانية مش هتحتاج فيها السيمي كولون عشان يفصل ما بين سطر والتاني، فانا لازم احط دي. طب لو انا ما حطيتش دي ايه اللي هيجرى؟ اجي رن، خلونا نشوف ايه اللي هيحصل. نكبر ده شويه كده، هيجي يقول لك هنا ايه ايرور اكسبكتد، عايز سيمي كولون بيفور برنت اف، اللي هي البرنت اف الثانيه دي في مشكله هنا واجهته. ايه المشكله دي؟ بنسميها مشكله ايه؟ مشكله سنتكس. فبالتالي وانت بتكتب اتاكد كويس جدا جدا ان انت بتكتب السنتكس صح. فانت عارف ان برنت اف بتتكتب كده، تفتح قوسين، تبدا ان انت تحط ما بين تو كوتيشنز السترنج بتاعتك او الجمله بتاعتك، بعد كده تبدا تحط السيمي كولون. مجرد ما حطيت السيمي كولون هيطبع معاك عادي، مفيش اي مشكله. نيجي نرن ونبيلد، نبيلد ونرن، هتلاقيه طبع لك الحاجه، مفيش اي مشكله. طيب ده النوع الاولاني من الايرورز بتاعتي. يبقى انا كده ايه؟ خلونا نشيل الكومنت ده ملوش لازمه. يبقى احنا قلنا هنا ايه لما انا جيت كتبت هنا؟ ده سنتكس ايرور لو انت نسيت السيمي كولون. طيب خلونا نشوف ايرور تاني. ايه النوع التاني من الايرور؟ عندنا حاجه اسمها ران تايم ايرور. يعني برنامج هيعمل ران مفيش مشكله، بس بعد ما يعمل ران وهو بيكسكيوت الكود بتاعك او هو بينفذ الكود بتاعك هيلاقي فيه مشكله. ايه المشكله دي؟ بنسميها دي مشكله ران تايم ايرور. معناها ان انا خلاص دخلت في مرحله الرن، خلاص البرنامج رن، بس هو بيعمل عمليه معينه حصل فيها مشكله. فلو جيت هنا قلت انت اكس بتساوي 10، تمام الكلام. بعد كده هقول انت واي مثلا، وهقول ان الواي دي بتساوي اكس على صفر. بعد كده هقول له برنت، طبعا ما فيش حاجه، ما ينفعش ان انا اقسم حاجه على صفر. اقول له برنت اف هنا، نحط برسنتج دي، بعد كده نعمل كده هنا ايه؟ انا عايز اطبع الواي بتاعتي مش الاكس، سوري، نطبع الواي. طيب جميل جدا، انا دلوقتي حطيت السيمي كولون وتمام مفيش اي مشكله. هل هيرن؟ رن. بس بص بعد ما رن ايه اللي حصل؟ ما طلعليش حاجه، ما طلعليش الرقم بتاعي. هو رن خلاص، هنا الديباج خلاص، ما فيش اي ايرورز ظهرت وهو بيعمل عمليه الكومبايليشن. بس بعد ما جه رن خلاص حصل. انا دلوقتي في مرحله اسمها الران تايم. اول ما بقى عندي الران تايم، انا خلاص في الران تايم دلوقتي، في مشكله هو مش عارف هي ايه. هو جاي يقسم الاكس على زيرو، جاي ياخد ال10 يقسمها على زيرو. ما ينفعش ان انا اقسم حاجه على زيرو، اي حاجه على زيرو بانفينيتي.
فهو مش فاهم الكلام ده، فبالتالي هنا تلاقيه هيعمل ريتيرن نيجاتيف 1. ايه ريتيرن نيجاتيف 1 دي؟ احنا قلنا لو كل اللي فوق ده ماشي تمام زي الفل في الران تايم هيريتيرن 0 في اول حلقه خالص او تاني حلقه. طيب هو دلوقتي عمل لي ريتيرن نيجاتيف 1، معناه ان هو في مشكله قابلته وهو بيرن. ممكن يمشي الكود بتاعك يعني يبقى الكلام اللي فوق ده كله تمام. يعني انا بص هنعمل حركه كويسه جدا، ممكن مثلا قبل ما يبرنت لي الكلام ده انا ممكن اقول له هنا ايه، نعمل برنت مثلا نقول له هلو ونعمل باك سلاش ان عشان ينزل لي سطر للحاجه اللي بعدها واحط سيمي كولون. طيب انا دلوقتي عايز ارن، خلونا نخرج من هنا، خلونا نتخيل ايه اللي بيحصل. هو دلوقتي جاي يظبط، جاي يترجم الكود بتاعك، فدخل على الهلو ما فيهاش مشكله، قام طبع لك هلو. طيب بعد كده جاي ينفذ الكود اللي بعد كده، لا في مشكله في الران تايم وهو بينفذ الكود، جاي يقسم الاكس بتاعتك على الزيرو. فبالتالي مش شرط ان هو لما يبقى الايرور بتاعك في ايرور في الكود بتاعك ان البرنامج بتاعك ما يشتغلش من الاول، او اللي قبل الايرور ما يشتغلش. لا، اللي قبل الايرور بيشتغل، الحاجات اللي قبل الايرور دي كلها كده شغاله ما فيهاش مشكله. مجرد ما بتيجي الحته بتاعتك اللي فيها المشكله في الران تايم تلاقيهم ايه، بيكزت بنيجاتيف 1 هنا، ريتيرن نيجاتيف 1 معناه ان في مشكله عندي حصلت. طيب جميل جدا. ايه النوع الثالث؟ النوع الثالث عندنا حاجه اسمها لوجيكال ايرور، خطأ منطقي. ايه الخطأ المنطقي ده؟ ده حاجة راجعة ليك انت كمهندس او كبروجرامر او كمطور. ايه المشكلة اللي ممكن تقابلك؟ ان انت دلوقتي مثلا عايز تقول زي ما جينا شرحنا في الحلقة اللي فاتت مثلا علامة الاند، اللي هو لو عندي حدثين. لو انت ما شفتش الكلام ده يعني اتمنى انك تشوفه لانه مهم جدا. عندك علامة الاند وعلامة الاور. طيب قلنا علامة الاند دي معناه ان انا اعمل الحدث، الاند دي يعني لازم اعمل الحدثين. يعني مثلا زي ما قلنا المثال بتاع المكافأة بتاعت الولد، لو ابنك دلوقتي عمل الواجب وابنك اكل اكله، لازم يعمل الحاجتين عشان انا ايه، اديله مكافأة. فدي الاند، لازم يعمل الحدثين ده وده. طيب لو انا عايزه يعمل حدث واحد من الاثنين وهديله مكافأة بستخدم الاور. فبالتالي مثلا لو انا في كود معين مثلا، فلنفترض ان انا عندي هنا مثلا الاكس، هنعمل انت اكس بتساوي 10 او 20، طلعت 20، انت واي بتساوي 30. طيب جميل جدا. انا دلوقتي عايز اعمل اف كونديشن، هنفهم يعني ايه الاف كونديشن دي كمان شويه في الحلقه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله. فهقول له هنا لو اف، يعني لو الاكس اقل من ال10 مثلا، انا دلوقتي عايز اقول قمت اتلخبطت بالغلط وعملت او بدل ما اقول فقلت له لو الاكس اصغر من ال10 او الواي اكبر من ال20. حلو الكلام. انا كنت عايز دي تبقى اند، انا عايز دي اهي، انا عايز دي كده. انا كمبرمج البرنامج بتاعي بيتطلب ان انا اقول اند، انا دي الخطه اللي انا ماشي عليها. فبالتالي لو الخطه دي ما نفعتش وعندي هنا اور، حطيت اور بالغلط او غلطت، انا كبروجرامر في اللوجيك بتاع المنطق بتاع البرنامج، انا المنطق بتاع البرنامج اللي في دماغي دلوقتي بيقول لي ان انا اعمل اند مش هعمل اور، انا بالغلط حطيت اور اتلخبطت. ده خطا منطقي. او اي خطا تاني ما بيديش مشكله وانت بتيجي تعمل له ران، ولا هي مشكله سينتاكس، مفيش حاجه تناسيها في الكود فبالتالي انت كاتب الكود بتاعك صح، ولا هي مشكله ران تايم، الكلام اللي انت كاتبه بالنسبه للكمبيوتر منطقي، بس بالنسبه للشغل اللي انت عايز تعمله او بالنسبه للبرنامج اللي انت عايز تعمله هو مش منطقي. فانا بالتالي هنا لو جيت قلت له اعمل لي برنت مثلا، لو حصل كده برنت اف، قول لي يس مثلا. جميل. عايز ارن وبيلد، بيلد ورن. هو جه قال لي هنا يس، بس انا البرنامج بتاعي اصلا كان عايز يتشيك لو الحاجتين دول اللي هنا دي واللي هنا دي حصلوا، لازم دي ودي يحصلوا. انا بالغلط قمت كتبت اول، فبالتالي البرنامج بتاعي هيرن ولا مشكله ران تايم حصلت ولا مشكله سينتاكس ظهرت لي هنا، مفيش اي حاجه حصلت. فبالتالي الكمبيوتر بالنسبه له الكلام ده مفيهوش مشكله. بس بالنسبه لللوجيك بتاعك او المنطق بتاع البرنامج بتاعك، ان انت عايز تقول انت في الحاله بتاعتك عايز تقول ان ده وده يحصلوا، فلو ده ما حصلش ده وده انت حطيت اور بالغلط او ايا كان اي كود. خلينا كده نفرق ما بين الثلاث حاجات. اي كود كتبت الكود غلط بنعتبره سينتاكس ايرور، اكنك دلوقتي بتتملى مثلا في الابتدائي حصه املا ونسيت تحط الهمزه مثلا، فدي اسمها خطا سينتاكس. ده سينتاكس في اللغه، في خطا في كتابه اللغه عندك. طيب فبالتالي بيطلع لي هنا ان في خطا. طيب الخطا الثاني ان انا كتبت الدنيا وفي حاجه مش منطقيه انا عملتها، وفي حاجه غلط انا عملتها، ان انا اقسم على زيرو مثلا، اقسم على صفر، او ان انا اعمل حاجه انفينيت مثلا، انفاينايت، ان هو مثلا حاجه تفضل تدور حوالين نفسها الى ما لا نهايه. الكمبيوتر مش هيعرف يتصرف مع حاجه زي كده. فبالتالي
لو جاي يشوف حاجه زي كده هيبدا يعمل الكود بتاعك سنه 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 سنه، جاي يفتح في الران تايم تلاقيه هنا ادالك ايرور، في مشكله من اول الحته بتاعتك. فطالما هنا بدا يريتيرن بنيجاتيف واحد، اعرف ان انت عندك مشكله في الران تايم. طيب الحاجه الثالثه والاخيره هي ان انت البرنامج بتاعك انت مخطط له ان انت هتعمل آلة حاسبه بتجمع رقمين، فجيت بدل ما تجمع الرقمين قمت بدل ما تحط علامه البلس دي اللي هي العلامه اللي احنا عارفينها كلنا، بدل ما تحطها قمت حطيت علامه ماينس، فبالتالي بقى بيحصل عمليه طرح وانت اصلا عايز عمليه جمع. هل الكمبيوتر مش هيطرح؟ لا هيطرح، مش هيقول لك مفيش بالنسبه له اي مشكله، لا هو هيطرح مفيش اي مشكله. بس المشكله الوحيده اللي هتواجهه هي ايه؟ هي اللي هتواجهك انت، مش هتواجهه ان انت كتبت المنطق بتاع البرنامج بتاعك او اللوجيك بتاع البرنامج بتاعك غلط، فده بيبقى الخطأ المنطقي بالنسبه لك انت كبروجرامر مش بالنسبه للكمبيوتر. بس شكرا، واتمنى تكون الحلقه فهمتوها كويس.